قطر، الجمهور المغربي يثير الجدل والفيفا تتدخل. أهلا وسهلا بكم على قناتكم إليكم تيفي. الجماهير الأطلسية تجبر الفيفا على حل أزمة التذاكر بشباك مباراة المنتخب المغربي مع نظيره الإسباني. بعد تصدر المنتخب المغربي للمجموعة السادسة ب7 نقاط كاملة وتأهله للدور الثاني للمونديال، ظل مشجعو أسود الأطلس الأكثر إثارة للجدل بنهائيات كأس العالم بقطر 2022. كان أداء المنتخب المغربي قويا في مبارياته الأخيرة في دور المجموعات، حيث أبدى فيه العديد من اللاعبين مهاراتهم في الأداء وأهدوا جمهورهم الكبير فوزا مستحقا وثمينا، فرحة كان قد طال انتظارها منذ عقود. وفي المقابل أثارت الجماهير المغربية إعجاب واستحسان الفيفا، لكن مع اقتراب المباراة المرتقبة بين المنتخب المغربي ونظيره الإسباني، صدم العديد من الجماهير من نفاذ التذاكر في شبابيك المباراة، الشيء الذي أحبط رغبة العديد منهم في دعم الأسود من داخل الملعب بقطر. وخلفت تلك الأزمة ارتفاعا في أسعار التذاكر بالسوق السوداء بقطر، وأثار ذلك ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن بلغت أسعار التذاكر $900، الشيء الذي أثقل كاهل المغاربة وطلبوا الفيفا بحل هذه الأزمة. من أمريكا تفرجنا في الماتش الأول ديال كندا، تأهلنا وزدنا هنايا في البي باش نبقاو، ولكن كنتفاجئوا باللي ما كاينش مغربي واحد كتسولو، ما كاينش شي مغربي عنده التيكي. نتحداكم كاملين مغربي ما عندوش التيكي كاع. اينما كنقلبوا في الرسال، هما شي داك الهنود وهذا دايرين الروبوطات، يلا كتحط التيكي كيطيروها، مغربي واحد ما عندوش. اذا نهار المباراه بني تشوفوا حتى واحد ما كيغني الناشد، غير الوجوه السوداء، غير الهنود. ما تقولوش حقا على المغاربه راهم ما دخلوش يشجعوا، ولا راه المغاربه خواو بلادهم ولا شي حاجه. حنا راه ما كاين حتى شي واحد عنده التيكي هنا. دابا كتشوف الاخوان تيقول لك بان الهنود دابا هما اللي كتلقى الهندي هاز 10 ديال التيكيت. واش هاد الناس بغاو ان يبينوا التيران خاوي وكاننا حنا ما بغيناش الاسود؟ واش هاد الناس بغاو يبان التيران خاوي لان صدمناهم بالنشيد الوطني اللي كانت اهتزت بواحد الطريقه اللي ارتعشت، اللي ما تكرراتش، اللي ما كايناش كاع، ما تكرراتش ما تكرراتش. اذا على الجامعه باش انها تدخل، حتى السلطات القطريه خصك انت كتشوف الجهود، لان شكون اللي مضر المنتخب الوطني ومضررين حنا كجماهير. مثلا اللي الناس اللي جايين من المغرب وخاسرين شحال ديال سميتو ديالهم والوقت ديالهم وهذه، وجايين باش يشجعوا المنتخب، حشومه يجي حتى لهنا وما يحضرش في التيران. السلام عليكم. دابا كاينه واحد الازمه ديال التذاكر بالنسبه للدخول ديال الملاعب في هذه المباراه اللي جايه ديال المغرب ضد اسبانيا. كاين اللي تيقول لك بان هذه راه مؤامره، ما مؤامره، هي اللي ماشي مؤامره وما عندها حتى علاقه بالتآمر. هي المشكل جاي من عند واحد مجموعه ديال الهنديين كيسكنوا في قطر وكيخدامين في قطر، وشافوا بان يعني المغاربه كيموتوا على كره، وهذا المنتخب يعني اللي طلع لهاد الثمن النهايه الناس بغاو يمشيو بكثره، لذلك دخلوا. وانا شفت واحد الهندي عنده بزاف ديال التذاكر، عنده غير هو واحد خدا بزاف ديال التذاكر. وهذا الشيء من الحوايج اللي خاص ان الفيفا تبدا تنظم. بغيتي تدخل مثلا المباراه ديال المغرب، بغيتي تاخذ واحد التذكره، خاصك تدلي بالجواز الرقم ديال الجواز ديال السفر ديالك، وتدير واحد الصوره ديالك وديال الجواز ديال السفر ديالك، باش تكون التذكره بالصوره، ما يبقاش يتبايعوا الناس في المارشيات النوار، في الاسواق السوداء. داكشي اللي واقع دابا. المغاربه مساكن كاينين دابا تما الناس وما عندهمش الوراق، وهذا الشيء يقدر ياثر على المردود ديال المنتخب الوطني، لحقاش بلا جمهور يعني تيكون واحد شويه ديال النقص. ولكن المغاربه تبارك الله عليهم ما تخافش عليهم، غادي يعمروا الملعب، غيدخلوا والله واخا يتقبوا الحيوطه ويدخلوا، ما كاينش اللي غادي يحبسهم. ماشي التذكيره اللي غتحبس المغرب ثمن النهايه. راه 36 عام وحنا كنتسناو في هذه اللحظه هذه. الحمد لله يعني الجامعه الملكيه لكره القدم برئاسه السي فوزي القجع قامت بالواجب ودارت واحد هضرات مع الفيفا، وواحد خصوا واحد 5000 ديال التذكره اضافيه، 5000 ديال التذكره اضافيه خاصه غير بالمغاربه فقط. بغيتي تشريها خاصك تكون مغربي.
نتحمل المسؤوليه بهذه الكلمه ونتحمل مسؤوليتها. لا حققت هذا النهار 3 غادي تكون كارثه بجميع المستويات على جميع الاصعده من ناحيه الجمهور، حيت كلشي تفكر بانه بيدخل التيران بيسيبورتي كيف ما بتكون النتيجه، واخا يتشد شتي كاين اللي بيدوز حراسه النظريه عندهم يدخل التيران. الفيفا حنا راه عارفين الفيفا الناس المسؤوله ما تتحملش العرض، وعارفين المنتوج الكروي ديالهم اللي هو العالمي هو الصبليون، عارفين راه شتي في 2018 كما دارت معنا الفيفا اللي زاربط راه تعداو عندنا حنايا، لان علاش هما خصهم يوصلوا واحد المنتوج ديالهم ديال سميتو الكروي ديال الصبليون. حنا طالبوا من الناس المسؤوله ومن رئيس الجامعه خصوصا اللي تيسهل على الرياضه اللي هو مشكور سي فوزي القجع، لان الجمهور راه دابا كاينه تقريبا واحد 30,000 ديال الجمهور ما عندها التورق. عباد الله كون على يقين يا اخي راه نهار المقابله راه غادي يديروا شي حاجه، لان راه حنا كمغاربه راه طلعوا يمشيو دمنا سخون، خصنا ندخلوا للملعب. راه الورقه هنايا اخي راه واصله 1000 اورو، واش عرفتي شنو هي 1000 اورو؟ 5000 ورقه راه ما منها والو. الناس كما خرجت الجامعه الملكيه واحد البلاغ دابا التصويره، هذوك الصحافه اللي تيديروا دابا الباجات تحيه للصحافه كلهم، ولكن راه ما كاينش. كما انتم مشكورين دابا راه جيتوا لعين المكان، الجريده ديالكم راه جيتوا لعين سميتو لعين المكان، راه ما كاين لا 5000 لا 10000 ورقه. هذا نداء لفوزي القجع، الله يخليك السي فوزي القجع، تحمل المسؤوليه ديالك كرئيس الجامعه الوطنيه لكره القدم، تحمل المسؤوليه ديالك ووقف مع هذا الجمهور باش ياخذ تيكيت باش يدخل الملعب. طبعا تلك الأزمة لم تكن وليدة الأمس، فقد اشتكى المغاربة منذ أيام من نفاذ التذاكر، وأمام تلك الوضعية تدخلت مجموعة من الجهات المسؤولة في هذه التظاهرة الرياضية العالمية لفك الأزمة التي واجهها المغاربة. واستجابة لشكايتهم أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن تخصيص الاتحاد الدولي لهذه اللعبة ل5,000 تذكرة مخصصة لحاملي جواز السفر المغربي لحضور المباراة التي ستجمع بين المنتخب المغربي ونظيره الإسباني برسم ثمن مونديال 2022 بقطر. اليوم وقبل قليل تم تنزيل قرار الفيفا إلى أرض الواقع، وأخيرا تم توزيع التذاكر على الجمهور المغربي لفائدة المواطنين المغاربة المتواجدين الآن بقطر، ومجانا فقط شرط توفرهم على جواز السفر كما وعدت الجامعة. وهناك من حالفه الحظ في الحصول على هذه التذاكر وأسعدهم ذلك، إلا أن الحل الذي وضعته الفيفا طبعا لم يكن كافيا لإرضاء جميع جماهير الأسود من عرب وأفارقة وغيرهم ممن لا يزالون يواجهون أزمة التذاكر وغلائها في السوق السوداء بقطر. هيا التيكي ماروك اسبان، هيا فابور ما تخلصوا لا ريال لا جوج. قول لهم هذوك اللي تيبيعوا في المارشي نوار غير يقارديوهم. تحيه للمغرب، تحيه للمغرب. الله رحمة الوالدين هاي ما تقنيط حفظك لا تقنيط الوالدين تديروا الزحام. طاب اخويا شكرا جزيلا. دراري تيكيه ديال الله مبروك. تيكيه ديال الله الدراري اللي بغات يجي لهنايا دابا ها هو الصف باقي طويل. تبارك الله عليكم. انا فرحان دبرنا على التيكي كي داير لاباس زاهيه دراري هادو كامل غياخدو تيكي فابور. الوقت هو هذاك. الحمد لله وليد، الحمد لله بعدا الحمد لله باش هاد الفرقه هادي غادي مع حتى الاخر ان شاء الله. ووليد الركراجي راجل نصيحه، راجل ماشي غير راجل زعما ومرضين والدين. ودال لي رجع، قال لي ما تخافش حيت يشوفني ديما، قال لي رجع ما تخافش، قلت له ما عنديش تيكي والحمد لله عطاني تيكي. وفي انتظار تقديم حلول أخرى وفك هذه الأزمة، ستبقى جماهير المنتخب المغربي طبعا داعمة لأسود الأطلس من داخل الملعب ومن خارجه ومن داخل الوطن. وعلى الأسود بكل تأكيد حل الأزمة الإسبانية ومن ثم فك لعنة الإقصاء.
لا تنسوا الاشتراك على قناتكم إليكم تيفي ودعمنا بالإعجاب ومشاركة مقاطعنا مع أصدقائكم، وكذلك مشاركتنا آراءكم عبر التعليقات.